فعاليات عاصفة الحزم حضورها في ملتقى قراءة النص الثالث عشر، والذي ينظمه سنويا النادي الأدبي الثقافي بجدة وتحت رعاية وزارة الثقافة والإعلام. مشاركة الفنان عبد فايز والفنان محمد عسيري بلوحتين لكل فنان عبرت عن ملوك المملكة العربية السعودية وعاصفة الحزم. بالنسبة للجناح الفني طبعا دائما في نادي جدة الأدبي يهتم بالموضوعات الفنية والأخبار الفنية، بالنسبة سواء من خط عربي، سواء فنون تشكيلية أو فنون بصرية أو تصوير ضوئي. حبينا في الملتقى هذا إن شاء الله أنه يكون فيه مشاركة، حضور للفنانين من خلال مشاركتهم في رسم مجموعة من اللوحات عن عاصفة الحزم. عندنا الفنان محمد العسيري والفنان عبد الفايز يرسمون يعني لوحات معبرة عن الحرب وعن عاصفة الحزم، دعم للجنود البواسل في عاصفة الحزم. بالنسبة طبعا عندنا العمل الأكبر اللي هو جدارية، موجهة كلمات من المثقفين والأدباء والشعراء والفنانين موجهة للجنود في عاصفة الحزم، كلمات تشجيعية وتحفيزية، الهدف منها يعني تشجيعهم زي كذا، ومجرد مشاركة من المثقفين لهؤلاء الجنود البواسل الذين يحمون المملكة من الجنوب. وسوف طبعا يكون موقع للجدارية بإذن الله حتى تتصدر يعني مدخل نادي جدة الأدبي بإذن الله. حقيقة يعني هذه الفكرة بدأت من استشعار دور المثقف في الأحداث التي تعيشها أو يعيشها مجتمعنا. فعلى هامش ملتقى قراءة النص، بما أنه يتحدث عن نتاج الرواد السعوديين، نشأت هذه الفكرة، فكرة أن يكون للمثقفين الذين التقوا في هذه المناسبة أن تكون لهم جدارية يعبرون في هذه الجدارية عن مشاعرهم ونفثات صدورهم فيما يتعلق بعاصفة الحزم. الثقافة بشكل عام هي تخدم المجتمع وأيضا تقوم بدور كبير في تنويره للمجتمع. حقيقة عاصفة الحزم هي في قلوب جميع المثقفين، كلنا في هذا الملتقى جنود في عاصفة الحزم. يجب أن يكون الفنان مشاركا مع وطنه في كل أفراحه وأتراحه، وأن يكون جنديا مجند لخدمة هذا البلد من خلال ريشته وألوانه. الرسالة اللي حاب أوجهها أنه إحنا كفنانين تشكيليين نتمتع بهذه القدرات الفنية. الرسالة أنه ولاءنا وانتماءنا للوطن وقادتنا الرشيدة. هذه اللوحة للأمير محمد بن نايف، كانت المناسبة يعني لوحة قد ترسمت قبل كذا وقمت بإهدائها سمو سيدي الأمير محمد بن نايف. المدرسة التأثيرية طبعا معروفة اللي تعتمد على الظل والضوء. باقي طبعا في السبورة البنت ترسم، باقي ظاهر طبعا خريطة اليمن، الملك رافعها هنا حاطنا الظل على ثوبه، ورافع اليمن طبعا خريطة اليمن رافعها بيده للأعلى. إظهار الجنود والدبابات خلف، والجبال طبعا ظهرها شوية الظل والضوء حقها. البنت طبعا حتوحي هنا بكتابات طبعا تدل على السبورة أنها تتعلم، وحيكون في مباني على أساس بناء اليمن. الجيل الجديد والجيل الحالي حيبني اليمن إن شاء الله مستقبلا بعد ما تنتهي الحرب. طبعا الصورة واضحة طبعا برضو من المدرسة التأثيرية، واضحة أنه فيها حزم تدل على عاصفة الحزم، واتجاه النظرة لجهة اليمين طبعا النظرة جهة اللي يدعم الحوثيين وكذا من جهة الشرق. طبعا سعود الفيصل يعتبر وزير الخارجية هو اللي يمثلنا. هذه النظرة نظرة شراسة المجتمع على كل من يعتدي على أي فرد من دول الخليج أو أي مواطن. طبعا النظرة هذه هي الموجودة، هذا هو الحاصل الآن في وطننا، في الوطن العربي بصفة عامة وفي الخليج بصفة خاصة وفي المملكة. يعني الكل ينظر نفس النظرة ذي بشراسة والتفاني، إنه ممكن نتفانى، ممكن أرواحنا كلها تروح لأجل الوطن ولأجل الأرض ولأجل التراب. على مدى أيام الملتقى الثلاثة سجل الأدباء والمثقفون المشاركون تفاعلا كبيرا مع الحدث من خلال تسجيل مواقفهم الداعمة والمشجعة في جدارية كبيرة بثوا عبرها رسائل التعضيد لجنودنا البواسل
مؤكدين وقوفهم معهم ومقدرين بطولتهم ومواقفهم الفدائية من أجل العقيدة والوطن. للثقافية السعودية، عبد الله تيمور، جدة.